طبعا يعني أنا دخلت السجن كنت طالب ثانوي المرحلة الثالثة. يعني عمري 18 عاما. دخلت السجن وبقيت 25 عاما. طبعا السجن بشكل مختصر تعذيب مستمر 21 سنة، لكن التعذيب كان متعدد الأشكال، منها الضرب المستمر، الضرب المميت، وكثير من إخواننا قد توفوا تحت الضرب، تحت التعذيب، عذبوا حتى ماتوا. ومنها موضوع الجوع، لا يوجد طعام ولا يوجد شراب إلا القليل القليل، ففتكت الأمراض في الجسد فأدت إلى الموت. والنوع الثالث من الموت هو المحاكمات الظالمة التي تحكم على الأشخاص دون أن يكون عنده محامي أو حتى يستطيع أن يدافع عن نفسه. هذه المحاكم أدت إلى إعدام ما يقارب 40,000، ما بين 35 و40,000 شاب. أكثر من 90% منهم جامعات، طلاب جامعات ولهم مكانة علمية كبيرة، دكاترة جامعات وعلماء ومفكرين وسياسيين ومحامين. إذن دخل السجن ما يقارب 50,000 من نخبة الشعب السوري. أعدم منهم 40,000 و10,000 بقوا في السجن لينالوا قسطا كبيرا من العذاب. هذا العذاب الشديد في الليل والنهار، في النهار يضربوننا وفي الليل يعذبوننا من النوافذ، يصبون علينا الماء البارد في الشتاء القارس، ثم يضربوننا في الصباح. طبعا هذا الحال استمر 21 سنة. السجن كان في وسط سوريا في منطقة تدمر، محافظة حمص. هذا السجن صحراوي، هو بالأصل سكنة فرنسية، جعلوا منه سجنا للأحرار، كل من يعاديهم أو كل من يخالفهم أو كل من يتوقعون أنه يخالفهم في المستقبل، عملوا على اعتقاله وإلقائه في ذلك السجن. فإذا الضرب والجوع والخوف والإعدامات والتقتيل، ثم الانقطاع الكامل عن الدنيا. ما عندنا خبر، ما عندنا جريدة، ما عندنا تلفزيون، ما عندنا إذاعة، ما عندنا راديو، ما عندنا. وبالتالي نحن لا نعلم عن الخارج شيئا، عن خارج السجن لا نعلم شيئا أبدا. وكذلك أهلنا لا يعلمون عنا شيئا، إذ لا توجد زيارات ولا توجد قنوات تواصل مع الأهل أبدا إلا بعد فترة طويلة من الزمن. وأنا أتتني الزيارة الأولى بعد 15 عاما، 15/6/1995 بعد اعتقالي ب15 عاما أتتني الزيارة الأولى حتى رأيت أهلي، وما كنت أعلم من سيأتي إلي في هذه الزيارة. والزيارة كانت ربع ساعة، 15 دقيقة، ثم غادرني أهلي. ولكن أنا رأيتهم وهم رأوني. وربما بعض إخواننا الذين كانوا معي بقوا 25 سنة ولا يعلمون عن أهلهم شيئا، لم تأتيهم ولا زيارة واحدة. بالتالي الزيارات ليس بالضرورة أن تكون أتت للجميع.
انتشرت فينا أمراض شديدة في السجن، منها الكوليرا، وباء الكوليرا، ومنها مرض السل المعدي، وبقي معنا فترة طويلة، ومات كثير من إخواننا في الكوليرا والسل. ثم تسلط علينا الجرب من قلة الدواء ومناطق رطوبة عالية، ولا يوجد ماء ولا يوجد أدوات للتنظيف، صابون أو غيره، فأدى بنا إلى انتشار الجرب في أجسادنا انتشارا شديدا. مات قسم من إخواننا، مات في هذا المرض، تجرثم الدم وأدى إلى موته. وبالتالي هذه الحالة التي يعني كنا نتكلم عنها، أتوا طبعا بجلادين. هؤلاء الجلادين لا يعلمون عنا شيء، إلا أن القول هؤلاء مجرمين يجب عليكم أن تعاقبونهم. فكان يطلق العنان للجلاد والسجان فيفعل بنا ما يشاء. لو أحب أن يميتنا ما عنده مشكلة، يبقى يضربنا حتى تموت، يضربك على رأسك فينفجر رأسك، أو يضربك على عنقك فربما ينكسر العنق، ما عندهم مشكلة، يموت أو لا يموت ليست مشكلة. ومات الكثير، والله سبحانه وتعالى نجانا من كثير من القضايا. وبالتالي إذن 25 سنة في السجن، الأولى 21 سنة منها كانت كلها تعذيب، لم يتوقف التعذيب من البداية، من عام 1980 إلى عام 2001 التعذيب مستمر وهو في سجن تدمر. لكن نحن مسلمون. هل توجد تهم؟ يعني هل فعلنا شيء يستحق أن نسجن 10 سنوات و20 سنة و25 سنة؟ ماذا فعلنا؟ كان كثير من إخواننا يعني تهمته أنه جلس جلسة قرآن، كان يحفظ القرآن مع مجموعة من الشباب. هذا الأمر أدى لاعتقالات كثيرة، أو كان مخالفا، مزق صورة حافظ الأسد أو داس عليها أو شتمه، يبقى 20 سنة أو 15 عاما. فبالتالي هذه التهم لا تؤهل، والمحاكم كانت محاكم هزلية يلعبون بنا هكذا. المتبقي من الشباب المتبقي خرجوا على دفعات حتى انتهت تقريبا كل دفعات التي خرجنا بها. لكن أنا أريد أن أتكلم عن جانب مهم في هذه المسألة، هو كيف واجهنا نحن داخل السجن، كيف واجهنا هذه المصيبة وهذا الألم المستمر. طبعا غلقت الأبواب في وجوهنا، لم يبق لنا إلا جهة واحدة نتوجه إليها، وهي الله تعالى. فالتجأنا إلى الله سبحانه وتعالى، بدأنا بالقرآن الكريم، نحفظ القرآن، نتعلم القرآن. حفظ معظم السجناء القرآن الكريم، سواء الذين استشهدوا أو الذين بقوا، حفظنا القرآن الكريم. تعلمنا العلوم الشرعية، تعلمنا الفقه، تعلمنا اللغة العربية، ثم تعلمنا اللغات الأخرى الموجودة عندنا. طبعا كان من ضمن السجناء معنا، كان معنا سجناء سوريين، كان معنا سجناء لبنانيين، كان معنا سجناء فلسطينيين، وكان معنا سجناء أردنيين، معنا سجناء أتراك. اعتقلهم طبعا حافظ الأسد وألقى بهم في السجن، بقيوا كذلك وقت طويل، الأتراك 20 سنة، وكانوا يعذبون ويضربون ضربا شديدا. وبالتالي كيف واجهنا هذه المسألة؟ بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم لقضاء الله، لأننا نعتقد إن سخطنا أو رضينا لا يؤثر، بالعكس، إن رضا يكسبك الراحة النفسية، يكسبك الأمان والطمأنينة. فتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، توجهنا إليه بالذكر والاستغفار والتعلم والرضا. والله سبحانه وتعالى أنزل على قلوب معظم إخواننا السكينة. من علامات هذه السكينة، يعني تصور أن شخص اسمه خلدون برشان رحمه الله تعالى توفي قبل فترة قصيرة، كان يضرب، يأتي الجلاد يضربه 1000
كرباج وصوت حتى يئن، يقول لكن يقهرهم ولا يقول كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبته. حتى الجلادين كانوا ينزعجون منه، والسجانين كانوا ينزعجون منه. لا يقول لا يصرخ، لا يبكي. 1000 كرباج أكثر، 1000 صوت يضرب ولا يصرخ. هذا من صور الثبات. يعني كانوا ينادوننا: يأتي أحدهم إلى الموت، هكذا ينادون. تنطلق أنت وتعلم ربما تموت، يبقون يضربونك حتى ربما تموت. وعندما ينادي مرة ثانية يخرج الأحباب. كيف يخرجون؟ إنه الإيمان. من مظاهر الرضا بالله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى أنه عندما كانت تقرأ أسماء الإخوة على الإعدام حتى يخرجوا على الإعدام، فكانوا يصرخون بصوت عالي. أحدهم قال: ربحت ورب الكعبة. والآخر يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. والآخر تراه فرحا مسرورا يقول: الحمد لله، شيء عظيم أن الله أكرمني بالاستشهاد وأنا ثابت، لم أتخلى ولم أتنكب ولم أنبطح ولم أغير ولم أكفر على الإيمان. هذه مظاهر إيمانية عالية. حتى من عناية الله سبحانه وتعالى لنا كثير من القضايا كانت تقع معنا. يعني مثلا المكان الدبو، المهجع فيه 100 شخص، كانوا يأتوننا ب20 لتر من الماء في اليوم. ماذا يكفي؟ شراب، طعام، لا يكفي. فكان إخواننا يعتقدون، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يقرأ على الطعام والشراب، فيأتون ويقرؤون على هذا الماء، فالله سبحانه وتعالى يبارك به، نشرب منه جميعا ويزيد، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. بهكذا طريقة استطعنا أن نواجه الكثير من الألم الشديد اللي كان موجود عندنا في السجن، ومن القهر الذي هم أرادوا أن يفعلوه بنا حتى ننهزم نفسيا، نموت نفسيا ثم نموت جسديا. طبعا في إخوة من إخواننا من شدة الضغط عليهم فقدوا عقولهم، وقسم منهم من مات تحت التعذيب، ومنهم من تسلطت عليه الأمراض. وبالتالي هذه المشاهد الكثيرة كلها هي مثبتة في العقل الإجرامي عند حافظ أسد وعصابته. والآن ما نراه عمم على سوريا كلها كان نفسه تماما موجود في سجن تدمر، يفعل بنا هكذا في سجن تدمر، وهذا الأمر خطير. إذن الآن ظهر، أما قبل كان موجود. يعني يأتي بشخص يقول له: اضطجع على الأرض، يضطجع على الأرض، يأتي بحجر كبير يضربه على رأسه فيشق الرأس شقين فيموت. هكذا كانوا يفعلون. ونحن رضينا، قررنا أن لا ننهزم، قررنا أن لا نسمح له أن ينتصر علينا، فواجهناه بثبات وصبر وبأنات وبإيمان وبتعلم. فدخلنا في موضوع العلم والتعلم، حفظنا القرآن الكريم وحفظنا العلوم وحفظنا الفقه وحفظنا اللغات، ودرسنا الهندسة ودرسنا الطب ودرسنا العلوم الكونية والرياضيات وغيرها والتاريخ كله. يعني أنا درست مثلا في السجن درست التاريخ الإسلامي كله، درست التاريخ العثماني من النشأة إلى النهاية، إلى سقوط الخلافة العثمانية. ثم درست التاريخ الحديث لتركيا. مثلا درست من القضايا الملفتة كانت موضوع الأكراد وتاريخهم وظروفهم، درسنا دراسة تاريخية أكاديمية. طبعا هذه طبعا كان معنا دكاترة جامعات، كان معنا محاضرين، كان معنا مفكرين، فكانوا يلقنوننا العلم بجلسات متتالية، وهي نعمة كبيرة. يعني أنا من القضايا التي درستها ومارستها في السجن موضوع طب الأسنان. بعد الدراسة أصبحت أنا أعمل طبيب أسنان في السجن، طبعا بطريقة بدائية، أخلع الأسنان، أصلح الأسنان، أنظف الأسنان، وعملت فترة طويلة بها.
والله سبحانه وتعالى. لكن لو تعلمون كيف نخلع، طبعا دون تخدير، تربطه بالحبل أو بقطعة حديد من القصاصة التي تقلم الأظافر، قطعة الحديد نربطها على يد خشبة قصيرة، ثم نخلع بها الضرس فيتألم ألما شديدا يمسكه إخوانه، ثم نفعل. وبالتالي في عنايات إلهية حتى في القضية المعالجة الطبية. كيف اخترعنا أدوات للمعالجة، كيف اخترعنا أدوات للتعليم، كيف اخترعنا بعض الأدوية لمعالجة الأجسام، وخاصة موضوع الجلدية، الموضوع الباطني، كيف استخدمنا بعض القضايا، فكلها هي للتغلب على هذه المحنة القاسية التي استمرت أكثر من 20 عاما مستمرة. هذا حالهم وهذا وجههم الحقيقي. وطبعا في شيء مهم كانوا يتكلمون به في السجن، وهو الكفر الصريح. يعني مثلا عندما يضرب إنسان ويصرخ يا الله، يكون الجواب عندهم مباشرة إياك أن تقول يا الله. الله غير موجود في السجن، الله خارج السجن، أما هنا فلا يوجد الله. الله ربكم هو حافظ أسد. فهذا الإجرام الذي يتكلمون به والطريقة التي يعني كانوا يتعاملون بها معنا شيء خطير ومخيف. كانوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشتمون الله، يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون أبو بكر وعمر، يشتمون عائشة، هكذا شتم، يقفون فوقنا ويبدأون الشتم. الشتم للشتم، يشتمون أمك، أختك، أخوك، عمك في كلام بذيء جدا جدا. هذا من التعذيب النفسي الذي كانوا يمارسونه علينا، بالإضافة للضرب، بالإضافة للجوع، بالإضافة للعطش، بالإضافة للعري. ما عندنا ثياب نلبسها، كنا برد شديد ما عندنا شيء للدفء، وعندنا حر شديد ما عندنا شيء للبرودة، وعندنا عطش شديد. يعني تصور مهجع، مكان كنا فيه الأرض ممتلئة ما يخرج من الجسم العرق يملأ الأرض، والسقف يتقاطر ماء، ولا نستطيع أن نواجه. كيف؟ يعني تذكرك بأهوال يوم القيامة. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي رعانا برعايته وعنايته، وهو الذي حفنا بلطفه حتى استطعنا أن نواجه كل هذه الأمور. ثم انتقلنا بعد الانتقال انتقلنا إلى سجن آخر بعد 21 سنة، بعد أن مات حافظ أسد أخذونا إلى سجن آخر، هو سجن صيدناية في دمشق. هذا السجن مختلف بشكل كامل. صارت تأتينا زيارات في مكتبه، فتحنا عينينا صرنا نشوف بشر. يعني تصور أنا 21 سنة لم أرى السماء مباشرة دون قضبان، و21 سنة لم أرى قلما، 21 سنة لم أرى دفتر ولا ورقة لم أستخدمها، ولم أرى مصحفا ولا كتابا، و21 عاما لم أرى وجهي. أنا لا أعلم وجهي كيف أصبح. دخلت طفلا صغيرا وجهي لا يوجد فيه إلا شعيرات بسيطة. بعد 21 سنة كيف صار وجهي؟ ولو صورني أحدهم وخبأ عني الصورة ثم عرضها بين صور متشابهة وسألني أهذه صورتك، ربما لا أعرفها. فنقلونا بعدها إلى صيدناية، فبقينا 3 سنوات. تغير الوضع، لكن كم بقي من العدد؟ بقينا 400 شخص من خلال 50,000 شخص، بقي 400 سجين. نقلونا إلى صيدناية السجن الجديد، ثم إخرجونا على دفعات، بقينا 3 سنوات ونصف، ثم خرجنا جميعا في نهاية 2004 بداية 2005. خرج كل السجناء بعد 25 سنة من السجن، وبعد أن أعدم منهم 40,000 أعدموا وماتوا تحت التعذيب وفي الجوع والعطش والمرض. خرجنا والحمد لله، وأكرمني الله سبحانه وتعالى. تزوجت وعندي 4 أولاد، وأعمل في التجارة في تركيا أنا من 7 سنوات، وأولادي وزوجتي معي. أقيم في اسطنبول وأتحرك أتنقل في التجارة ما بين اسطنبول وهتاي وعنتاب، والحمد لله أمورنا بخير.
تركيا هي بلد مضياف عشنا به وأكرمونا إكراما شديدا، ونحن حريصون كل الحرص على تقديم ما نستطيع لتركيا من استجلاب رؤوس أموال ضخمة للاستثمار لرفع مستوى الاقتصاد، لأن الحصار عليها كبير، وتقديم المعونة. لا أن نكون عالة على الأتراك، لا ينبغي علينا أن نعمل. وأشجع أنا من خلال جلساتي ومحاضراتي ولقاءاتي طلابي وأصدقائي ليأتوا إلى تركيا، وأنا الحمد لله استطعنا أن نأتي قسم كبير، اشتروا عقارات وفتحوا شركات، مئات الشركات بل آلاف الشركات، وهذا شيء مهم لأن تركيا مهمة بالنسبة لنا، وهي معلم مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون عليها وعلى أمنها وأهلها، لأننا جزء منها، ولأن دماء أهلنا. واحد من أجدادي وأجداد أطفالي استشهد في جنقلعة، موجود اسمه ضمن القائمة الشهداء. فهذه البلد دافع عنها الجميع، ويجب علينا أن ندافع عنها، لأن المؤامرة كبيرة. كل هذا الأمر ماذا يريد الجلاد منا؟ يريدون أن يدمروا كل معالم هذه المنطقة وتاريخها، ويهجروننا في الأمصار والبلدان بعقلية همجية، تدمير وقتل واعتداء. لكن الله سبحانه وتعالى هو المتكفل في هذه البلاد، وهو متكفل بنا وبديننا، وإن شاء الله ننجو جميعا ونرى أنفسنا أقوياء نستطيع أن نواجه كل أعدائنا. وأنا الآن بين أيديكم بصحة وعافية جيدة. أريد أن أختم بكلمة. أنا دخلت السجن كان وزني 85 كيلو، بقيت 25 سنة وخرجت، يعني أردت أن أزن نفسي كم أنا، فوقفت على الميزان طلع وزني 85 كيلو، يعني 25 سنة حافظ أسد وابنه لم يستطع أن يأخذ مني من جسدي ولا كيلو واحد، بقيت محافظا على صحتي والحمد لله رب العالمين. من القضايا نتيجة يعني الصفاء الروحي والتوجه السليم، كان يحكم الأخ في الإعدام، يبقى شهر، أحيانا شهر ونصف، 30 يوم، 35 يوم، 40 يوم، ثم يأتون يأخذونه، ما في وقت محدد بشكل دقيق. فبعضهم كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون صائم الأخ، يقول له: ما رأيك أن تفطر عندنا اليوم معنا؟ يقول له: أفطر عندكم. الصبح يستعد، يعلم أنه سيخرج اسمه للإعدام ويخرج. وبعضهم يقول له: ما رأيك أن تزورنا اليوم؟ كثير من الرؤى النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من إخواننا. وأحيانا يقول له: ما رأيك أن تأتي معك بفلان وفلان وفلان، يعدوا أسماءهم، فيخرجون جميعا إلى الإعدام. هذه متكررة، تكررت كثيرا هذه المسألة بمواقف كثيرة من إخواننا. أما الباقي الآخر من شدة الهول والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تتصور أنت تضرب حتى تموت، أو يضرب أخوك وهو بقربك حتى يموت، يضرب أخاك حتى يموت وأنت تنتظر دورك. فهذا التوجه بينك وبين الله عجيب. في هذه الأحوال يعني كنا نستشعر الآية في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. كان إخواننا هنا في مثل هذه الأجواء يرون الملائكة أمامهم، شيء من التثبيت. وتكررت مرارا وتكرارا من إخوة لنا صادقين نعلم عنهم وسمعنا عنهم الكثير. وبالتالي هذا مشهد متكرر. في شيء كثير من كرامات الله سبحانه وتعالى كنا قد رأيناها. يعني يقرأ على مريض، يكون مريض مرض شديد، والطبيب يقول هذا ينبغي أن ينقل إلى المشفى مباشرة، يجتمع عليه إخوانه، يضعون أيديهم، يقرؤون عليه. في اليوم الثاني يأتي الطبيب يفحصه وإذ به قد برئ مباشرة. لا يمكن من ناحية العلم أنه يكون في المساء
كذا وفي الصباح كذا، وهذه مشاهد متكررة. وبالتالي نحن حسينا خلال 21 سنة أن ألطاف الله سبحانه وتعالى وعنايته وتأييده وسكينته قد نزلت علينا في كل الفترة، ونحن كنا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بعنايته ولطفه ورحمته، فمن علينا بالثبات والصبر والعلم الحقيقة وحفظ القرآن الكريم، وهي كلها نعم عظيمة من الله، والحمد لله رب العالمين. اسمكم أستاذ؟ اسمي أنا محمود عاشور من سوريا، مدينة حماة، مواليد 1962، عمري الآن 57 عاما، متزوج، زوجتي وأولادي في اسطنبول، وأولادي في المدارس التركية يجيدون التركية بشكل جيد في إمام خطيب، وأنا يعني قليلا أتكلم التركية والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم.